السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في الكون عجائب وغرائب كتير، واللي بتدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، واللي عجز العلماء عن تفسيرها والعقل إنه يستوعبها. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن بعض عجائب الكون اللي مستحيل إنك تتخيل إنها موجودة. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا، بطلب من كل إخواتي اللي بيشوفونا دلوقتي ولسه ما اشتركوش في القناة، يلا بقى اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات أول بأول. ويلا بينا نبتدي الحكاية. في غابات أيرلندا وبريطانيا ممكن وانت ماشي في أمان الله تلاقي أصابع تظهر قدامك فجأة من تحت الأرض، وشكلها غريب ومخيف جدا وكأنها أصابع جثة مقتولة. لا بس خير إن شاء الله، ما تقلقش. الأصابع دي هي فطر أصابع الرجل الميت أو الخشبية متعددة الأشكال، ودي عبارة عن فطر بينمو على قواعد جذوع نبات الزان على مدار العام، وبيعتبر فطر شائع جدا في بريطانيا وأيرلندا، وظهر مؤخرا في عدة مناطق في أمريكا الشمالية. في البداية الفطر بيظهر لونه أزرق والأطراف بيبقى لونها أبيض، لكن مع مرور الوقت بيتحول لونها إلى اللون الأسود، وبيتراوح ارتفاعه ما بين 1.5 إلى 4 بوصة تقريبا، وبينمو على شكل مجموعات، في كل مجموعة من 3 ل6 أصابع، وبيتواجد بكثرة على أشجار التفاح والزان والبرقوق. ده غير انه في النهاية بيؤدي الى تعفن الاشجار وضعفها وبالتالي سقوطها. في شمال واحة الفرافرة بالصحراء البيضاء موجود اغرب مكان على وجه الارض، وهو عين السيرو، وده عبارة عن عين مياه طبيعية عذبة، وان من الطبيعي ان اي مصدر مياه بيدج الماء باستمرار لحد ما بيجف، وبعدها بيتوقف عن خروج المياه. لكن العجيب هنا في عين السيرو انها بتظل جافة باستمرار لحد ما يقرب منها أي كائن حي سواء إنسان أو حيوان. فجأة المياه بترتفع في العين تدريجيا لحد ما تمتلئ تماما، وبمجرد اللي قصادها ما ينصرف بتبدأ تجف مرة تانية لحد ما يقرب منها أي كائن حي، بترجع تمتلئ تاني، وهكذا باستمرار. وفي تحليل الظاهرة العجيبة دي قيل إن قشرة الأرض في المنطقة دي من نوع خاص، وهي عبارة عن قشرة رخوة وحساسة زي الأسفنج، بتخزن المياه في باطن الأرض، وإن بمجرد ضغط أي كائن حي عليها بتفور منها المياه. والله أعلم، لكن فعلا سبحان الله. في دولة الإكوادور بتوجد أغرب زهور ممكن عينيك تشوفها أو حتى إنك تتخيل شكلها، وهي زهور الأوركيد القردية أو ديراكولا. الزهور دي معروفة بإن أزهارها بتشبه وجه القرد، وإنها بتعيش في الغابات الرطبة على ارتفاعات تتراوح من 1000 إلى 2000 متر، وبتنمو على الأشجار الخالية من الطفيليات، وبتمتص الرطوبة والعناصر الغذائية من الهواء. بيخرج من أزهارها رائحة البرتقال، الأمر اللي بيجذب إليها جميع الملقحات، وبالرغم من صعوبة زراعتها خارج موطنها، وده لأنها بتتطلب بيئة رطبة ودرجة حرارة عالية، ولكنها بتنال اهتمام كبير من قبل هواة جمع الأزهار. فسبحان الخالق. عمركم سمعتوا عن نهر موجود تحت المحيط؟ جديدة دي. بالقرب من سواحل المكسيك بيقع نهر سينوت اللي موجود تحت أعماق المحيط، واللي بيحيط بيه ضباب سميك، وده بسبب اختلاف كثافة المياه المالحة والمياه العذبة. وبيعتبر النهر جزء من الكهوف الغارقة المعروفة باسم سينوتس، واللي كانت مقدسة في حضارة المايا القديمة.
النهر تم اكتشافه لما قام مصور فوتوغرافي اسمه بيلوشكين بتوثيق التجربة، وده لما اكتشف نهر طبيعي بيتدفق أسفل كهف سينوت الممتلئ بمياه البحر. والصراحة آخر حاجة كان ممكن يتوقعها أي حد من الغواصين هي العثور على نهر على عمق 90 قدم أسفل سطح المياه. سبحان الله. معظمنا عارف الأعاصير اللي بتبقى عبارة عن رياح شديدة على شكل دوامة أو زوبعة أو خلايا رعدية، لكن اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو الإعصار الناري، اللي بيعتبر أحد أنواع الأعاصير اللي بتحدث بشكل نادر جدا على كوكب الأرض، واللي بيبقى عبارة عن زوبعة كبيرة من اللهب بتحدث عندما تجتمع حركة الرياح على شكل دوامات مع وجود ألسنة لهب على سطح الأرض، فبتتكون دوامة نارية عمودية. وبيختلف الإعصار الناري عن غيره من حيث قوته التدميرية، وده لأنه بيقدر يدمر كل المحاصيل والممتلكات، ده غير إنه بيقدر يحرق البيوت والغابات. وإلى وقتنا هذا مفيش أي دراسات كافية لمعرفة الأسباب الحقيقية للإعصار الناري، ولكن تصديقا لكلام الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. وبكده انتهت حلقتنا، مستني رأيكم في التعليقات، ولو حابين نتكلم عن أي موضوع ياريت تبعتولنا وإن شاء الله نعمل حلقة عنه. وفي الختام، سلام.